اول حاجه لازم تفهمها انك تشتري مش معناها تسيب المشروع لحد ما يتسلم بعد سنين، لا، لازم تتابع مشروعك بنفسك، ده علشان تحافظ على استثمارك وتعرف امتى تكسب وامتى تحمي نفسك من اي مفاجآت. لازم تتابع مراحل التنفيذ بنفسك، ما تسكتش وتقول هم شغالين وانا منتظر. خد بالك من كل مرحله، هو الشغل ماشي حسب الجدول؟ هل الجوده في التشطيب والتسليم ماشيه مظبوط؟ لو لقيت شقق بتتباع بسرعه حواليك وباسعار كويسه، ده دليل قوي ان المنطقه دي بتتحرك. لو العكس، يبقى خد بالك وراجع خطواتك. استغل وقت الانتظار في البحث عن فرص اضافيه. اللي بيشتري تحت الانشاء لازم يكون دايما عنده عين مفتوحه على الفرص اللي موجوده. لو لقيت فرص جديده في نفس المنطقه او في مناطق قريبه بتتطور بسرعه، فكر ازاي تستفيد منها. خليك دايما على اتصال بشركه التطوير او المبيعات، اسال عن اي جديد، عن مواعيد التسليم، عن اي تطوير في الخدمات حوالين المشروع. خلاصة الموضوع، اللي بيشتري تحت الانشاء لازم يكون اكتر واحد مهتم بالمشروع، مش بعد ما يشتري الموضوع خلاص، لكن طول فترة البناء حتى التسليم وبعده لازم يكون مهتم. ده اللي بيخليك تضمن ان استثمارك فعلا مكسب مش مجرد حلم. لو عايز تعرف اكتر عن ازاي تختار فرصة مناسبة من البداية، او عايز نصايح لزيادة قيمة استثمارك، تواصل معانا وهنساعدك خطوة بخطوة.